بصراحة بجد يعني مجلس إدارة الزمالك ده المفروض يستقيل. والله العظيم بجد ده عشان مصلحة الزمالك والله. يعني أنا والله بكلمكم، والله بصراحة أنا بكلمكم ككورة، احنا سيبك من أي حاجة، بنتكلم ككورة وكإدارة. لا، مجلس إدارة النادي الزمالك بجد فاشل جدا. والله بضم صوتي للكابتن أسامة حسن اللي اتكلم امبارح وقال فعلا لازم يستقيل. بجد مجلس إدارة فاشل بصراحة يعني. والزملكاويه اكيد يأيدوني في الكلام ده. انا شايف لا كإدارة. يعني انت جاي عارف المشاكل اللي في النادي. يعني انت جاي عارف المشاكل اللي في النادي، وان النادي عليه ديون وهو توقف في القيد في نادي الزمالك. فبجد انا بضم صوتي للكابتن أسامة حسن، بصراحة لازم يستقيل من وجهة نظري. يعني من وجهة نظري إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة بالكامل فاشل بصراحة. يعني بجد لازم يستقيل، لأن الزمالك اهو اتوقف عنه القيد لسه امبارح. اتوقف عنه القيد عشان خالد بوطيب، وهيخش الزمالك في نفق مظلم يا جماعة. يعني أنا بكلمكم من دلوقتي. يعني احنا بنتكلم من دلوقتي ليه؟ لأن اللي بعد كده، انت اللي بعد كده سواد. اللي بعد كده لو الناس دي استمرت في نادي الزمالك اعتقد هيبقى سواد على نادي الزمالك. انا بكلمكم بصراحه. يعني احنا بنتكلم بصراحه بقى، بدون بقى الايه الشو اللي في التلفزيون يقول لك ده حلو ده جميل. هيقول لا، لازم يقول كده. كل واحد في التلفزيون برضو مش عايز يخسر الناس، فاكيد هيقولوا الكلام ده. لكن الحقيقه والصراحه لا، لازم مجلس اداره النادي الزمالك ده يتشال. انا بتكلم والله الزملكاويه بجد، يعني اصحابي وحبايبي، لا لازم يتشال في اسرع وقت. في اسرع وقت، لان خلاص انت الموسم انتهى صفري، موسم صفري، موسم صفري. فانت بتتكلم عن الموسم الصفري، فانت هتستنى ايه تاني؟ يعني انت هتستنى كزملكاويه هتستنوا ايه تاني؟ الموسم خلاص صفري، فانت بتتكلم بقى الموسم اللي جاي. يعني انا من وجهة نظري يعني انت بتتكلم الموسم اللي جاي هيبقى صعب. فانت من دلوقتي بقى، من دلوقتي، فانت هتستنى الموسم اللي جاي والقيد اتوقف. القيد اتوقف في نادي الزمالك. فانت بتتكلم السنه الجايه هتستنى ايه؟ فانت ايش من دلوقتي بقى، من دلوقتي بقى شوف الدنيا فيها ايه واشتغل من دلوقتي. لان السنه الجايه هتخش عليك وانت موقوف عندك القيد، وموقوف عندك كل حاجه، مش هتقدر تعمل اي حاجه. فانت شيله من دلوقتي. ده من وجهه نظري بصراحه، وانتوا احرار بقى، اللي عايزين تعملوه اعملوه.